ازيك يا بطل؟ جاهز تبدأ رحلتك وتبقى هيرو في البايثون؟ مع كورس Fundamentals of Programming by Python هتتعلم البايثون من أول سطر لحد ما تقدر إن أنت تبرمج بإيدك وأنت مغمض. البايثون دلوقتي هي بقت لغة المستقبل والحاضر كمان، سواء كان في الداتا ساينس أو في الماشين ليرنينج أو حتى في الأوتوميشن أو في الجيمز. بايثون هتلاقيها معاك في كل حتة، يعني من الآخر هتشتغل وهتتبسط وهتلاقي نفسك كمان بتحل مشاكل العالم. بس أنا عمري ما كتبت كود قبل كده، ولا يهمك، الكورس معمول ليك. سواء كنت بتبدأ أو بتفكر تبقى مبرمج جامد، إحنا معاك خطوة بخطوة من غير أي تعقيد. هنبدأ بالأساسيات، يعني السنتكس والفاريبلز، وهنتكلم كمان على اللوب والستراكشر بتاع الكود بتاعي، وبعد كده بقى هنبدأ ندخل في الجد اللي هو إيه الفانكشنز والأو بي. يعني من الآخر مش هنسيبك إلا ما تكتب كود بروفيشنال. طب هو شرح بس وخلاص؟ لا طبعا، انت هتعمل مشاريع ومشاريع بجد كمان، ومش بس كده، كل مرحله هنعمل مشروع وهنلاقي ان احنا بنابديت على المشروع بتاعنا بحيث ان هو يبقى احسن ومتناسب مع ايه الحاجات الجديده اللي احنا بناخدها. هنعمل كالكوليترز وهنعمل جيمز وهنعمل ابلكيشنز، ومش بس كده، هيبقى فيه كمان كويزز. ليه؟ علشان تشغل دماغك ودايما تبقى المعلومه ثابته معاك. طب الكورس هيمشي ازاي؟ والله الكورس بتاعنا ده عباره عن 15 سيشن، هيكونوا خفاف ولذاذ. ازاي؟ يعني من الاخر كل سيشن مش هتكمل معاك نص ساعه، يعني ممكن تخلص وانت بتشرب القهوه بتاعتك. والاهم من ده كله ان هيكون عملي مش حشو، هنشتغل بايدينا دايما في كل سيشن. طب طريقه الشرح هتبقى عامله ازاي؟ هنمشي ستيب باي ستيب من اول فاندمنتالز خالص، ونشرح كل حاجه بابسط طريقه وباكتر طريقه عمليه، وكمان مش هننسى البارت البراكتيكال والاكزامبلز على كل حاجه احنا بناخدها. طب وبس كده؟ لا طبعا، هنشتغل على الفاينل بروجكت بتاعنا، هنبدأ فيه ستيب باي ستيب، وهنبدأ كمان ان احنا نطبق كل الحاجات اللي احنا اتعلمناها، وتوري الناس قد ايه انت بقيت مبرمج قد الدنيا. ويا سلام بقى لو حطيته في البورتفوليو بتاعك. طب وهنسكت على كده؟ لا طبعا، هنزل لك كمان شوية شيتس وشوية أفكار للبروجكت تتناسب مع الحاجات اللي احنا أخدناها وأكتر كمان، علشان تبدأ إن أنت تشغل إيدك كمان في البايثون حتى بعد ما نخلص الكورس بتاعنا. يعني من الآخر مش هسيبك حتى لو الكورس بتاعنا خلص. استني إيه؟ التأخير مش من مصلحتك. ابدأ دلوقتي وخليك من الأبطال اللي بدأوا من الصفر وبقوا هيروز في البايثون. يلا بينا نكود.